أهلا بكم في تغطيتنا السريعة لأغرب مشاهد كأس العالم للشباب. ثلاثة من عمالقة الكرة العالمية، المكسيك، إسبانيا والبرازيل، يضعون آمالهم في منتخب واحد، المغرب. في ختام دور المجموعات دخلت المكسيك الجولة الأخيرة برصيد نقطتين فقط، بينما كانت إسبانيا والبرازيل بوضع أسوأ بنقطة واحدة لكل منهما. وفي المقابل تألق المنتخب المغربي للشباب وضمن التأهل المبكر ب6 نقاط من مباراتين ليصبح صاحب الكلمة العليا في المجموعة. السيناريو المجنون: كل من إسبانيا والبرازيل بحاجة إلى فوز مغربي جديد على منتخب المكسيك من أجل الحفاظ على أملهم في التأهل، في حين يترجى المنتخب المكسيكي الفوز للمرور إلى الدور المقبل. وسرعان ما تحولت مواقع التواصل إلى مهرجان عالمي لدعم أسود الأطلس. رسائل من المكسيك وهتافات من إسبانيا: آنيمو مارويكوس، وحتى البرازيليون قالوا فورسا ماروكوس. والأطراف بعض الجماهير قالوا: الآن نحن مغاربة حتى إشعار آخر. في مشهد نادر تحول المغرب من مجرد منافس إلى منقذ محتمل لثلاثة من أكبر مدارس كرة القدم في العالم. فهل سيرد المغرب الجميل؟ وهل ستتحقق معجزة التأهل لإحدى هذه المنتخبات؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك لمزيد من القصص الكروية المثيرة. من المنتخب الأقرب للعبور؟ المكسيك، إسبانيا أم البرازيل؟ دعونا نعرف رأيكم.